ايه يا بنتي؟ بقول لك انا عايزه احكي لك، بجد متضايقه قوي يا بنتي. بابا طول الوقت اليومين دول بينتقدني طول الوقت، حتى مفيش ولا كلمه حلوه ولا اي حاجه. كلمه مثلا سمية انت رايحه فين، ما تتاخريش، مفيش كل الكلام ده. عارفه لما باجي حتى كده اتخيل شريك الحياه، كل اللي بتخيله ان هو يقول لي سمية اوعي ترجعي في الوقت، لازم ما ترجعيش مش عارفه في وقت كذا، والحاجات دي انت كويسه، الحاجات العاديه دي. كان نفسي بجد في اب يحبني. ايه يا بنتي اللي انت كنت جايه بيه ده؟ شكلي بقى قدام الناس وحش، منظري بقى وحش. ايه اللبس اللي انت كنت لابساه ده؟ وحش جدا. بجد كان وحش. اه. وبعد كده لما تيجي تلبسي حاجه او هتنزلي معايا توريني اللبس اللي هتلبسيه، ما دام انت ما بتعرفيش تختاري يا سمية. شفت قبل كده حد بيشتكي من باباه أو مامته مر الشكوى، ولما يجي يتجوز يعيد نفس السيناريو بالظبط؟ ده بيكون بسبب شعور البني آدم بإن هو ملهوش قيمة، وكمان العقل اللاواعي بيلعب كده لعبة يخليه يعيد نفس السيناريو. تعالوا مع بعض نتكلم عن افتقاد المشاعر زي الشعور بالقيمة، وإزاي نتعامل معاه يوم الثلاث الساعة 6:15 مساء في برنامجنا بوصلة السعادة، معايا أنا سمية أيمن وموسم جوه دماغي.